الزعيم الأوروبي يطيح بالزعيم الآسيوي في صراع العروش. وأتحدث هنا وبكل تأكيد عن مطحنة نهائي كأس العالم للأندية، النهائي اللي انتهى بمحصلة 5 أهداف للريال مقابل 3 للهلال، والمباراة كانت حماسية لآخر رمق والحد الثمالي. وانت اللي ما شفت المباراة، نعم انت، ليش ما شفت اللعبة؟ ها؟ للأسف فاتتك لعبة شقاقية منقطعة النظير. المهم خلوني أرجع لسياق الحلقة. كانت مباراة محتدمة بالمنافسة وممتعة للعيان، ولا يمكن أن تتعرض للنسيان، بل راح تترسخ وتؤرخ بذاكرة كل هلالي عاشق الفريق. واليوم وياكم عبد الله الإيجابي، وراح يتكلم بس بالإيجابيات. So yeah, let's start in something. اوكي، مبدئيا مميزين الهلال معروفين، وهم كلهم من فييتو، ميتشل وماريجا، ويجي بعدهم المميز هجوميا سعود عبد الحميد. من الناحية الدفاعية لك عليه بعض الشيء، ولكن من الناحية الهجومية ما شاء الله عليه، دمر كامافينجا وصنع الهدف الثاني كذلك. وعموما اللاعب زوين، لذلك من باب الانصاف ذكرت وين المميزين. وبالجانب المقابل تقريبا الفريق المدريدي كله كان مسلطن ما عدا لونن، اللي يوم عن يوم دا يثبت ضعفه وقلة حيلته. وإي نعم، انت شفت واني شفت وكلها شافت الاخطاء الدفاعية، ولكن it's okay my friend، الاخطاء واردة وعند اقوى الفرق واشدها استقرار، ولهذا انصحك انك ما تفكر بهالخصوص. المهم بالنسبة لك الان هو انك تطبل لفريقك وتستغل مجموع النتيجة لصالحك من خلال ازعاج عبسي بتذكيره بثمانية البايرن. بس لا تروح زايد، ترى الكلاسيكو قريب. اني ما اريد اكثر كلام وما اريد اتعب نفسي زايد، لانه بكل بساطة انا عارف وانت عارف وهو عارف وهي عارفة انه الفيديو هذا ما راح يجيب مشاهدات. فيس that's a fucking truth ما برو، لذلك راح اجيبها من الاخير وبجملة واحدة. مبروك للرياليين وهارد لك للهلاليين. بيس اوت.